السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين اموركم مزيانه؟ نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى الف خير ان شاء الله يا رب وبصحه جيده. اليوم فيديو من نوع خاص، غادي نبداو الفيديو ديالنا بتجفيف الفواكه. هنايا عندي التفاح، غادي نيبسوه او غادي نشفوه بهذه الطريقه هذه. كنغسل التفاح يعني الكميه اللي محتاجها، كنشفها كيف كتشوفوا راني دايره منديل تحت هو اللي خدامه عليه صافي، وكنبدا نستف هاد لاباغاي هادي. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش لاباغاي اللي كتنشف الخضر والفواكه، راه بامكانكم ديروه في الفران بالمروحه في درجه الحراره اللي كتكون 50 ولا 60، وكتخليو المروحه خدامه عليه. ولكن راه كيطلب ساعات طويله، يعني واحد 6 ولا 7 ديال الساعات باش تقدري تنشفيه. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على لاباراي هذه، راه خديتها من ليدل، كدير كنظن والله ما عقلت البنات واش 39 انا خديتها في البرومو ولا 49 اورو اللي كدير. كتيبسي فيها الخضره اللي بغيتي، كتيبسي فيها الفواكه اللي بغيتي، الثوم، البصله، مطيشه يعني جميع الاشياء. العنب حتى هو راه درت منها الزبيب هذا العام، غير ما تقاسمتوش معكم، درت كميه قليله. يبست فيها الخوخ فاش كان الوقت ديال الخوخ، المشماش كذلك هما اللي كنفطر بهم. بغيتو تيبسوا فيها البنان، يعني اي حاجه راه كديروها فيها. كل حاجه عندها درجه الحراره ديالها والساعات اللي كتطلب. وهنا بنات كيف كتشوفوا، اول حاجه كنبدا بها في التخمال هي النوافذ. كنفتحهم باش كتدخل لينا يعني كتدخل الضوء الالهي، وكذلك التهويه باش كنحيدوا الريحه ديال النعاس، باش كنحيدوا الرطوبه، باش كنحيدوا بزاف ديال الحوايج. ضروري من التهويه. واخا عندي الريسكالدامينتو او سخان شاعل، لكن في هذيك الوقيته اللي غادي نحل فيها انا، يعني ديك نص ساعه ولا ساعه كنطفي باش كتهوى الدار، وفي نفس الوقت ما كان يعني الطاقه راه غادي تبقى غير ضيعه الا خليناه شاعل والسراجم كلهم محلولين، حيت كنحل الدار كامله باش كيدور واحد شويه ديال الكورون دير في الدار وكتهوى وكتخرج الروائح الكريهه. وعاد كنسد. هنا كيف كتشوفوا البنات عندي انا هاد المنظمات ديال ايكيا. عمرني ما تقاسمت معكم شنو عندي تحت الناموسيه لحقاش ما جابتهاش المناسبه، لكن شي نهار ان شاء الله نتقاسموا معكم. هنا كان خصني نجبد شي خوامي ونجبد شي حوايج خاصيني في البيت ديال جيداء، يعني ما بدلتش الناموسيه. هنا راه وريتكم البنات الفراش كما هو، يعني ماشي بالضروري نخملوا الفراش ولا ناسبيروه غير الا كنا غادي نبدلوه. انا هذه حاجه اللي كنديرها بشكل يومي، لحقاش راه الجسم كيفقد قشره ميته، يعني بزاف ديال الحوايج، فضروري كل صباح يعني واخا ما غاديش نبدل، حيت اللي دغا راه غادي نبدلهم على 3 ايام ولا 4 ايام. ففي هذيك 3 ايام ولا 4 ايام ضروري كل نهار كندير هذه الطريقه هذه. كنحيد الفراش، كنهوي الناموسيه ديك الوقيته اللي كتهوى فيها ديال 10 دقائق ولا ربع ساعه، كنمشي نقضي في شي جهه اخرى الحمام ولا، وعاد كنرجع كنضرب ليها لاسبيراتور وكنلمطها صافي، وهو البيت مجموع. كذلك بالنسبه للغبره، البنات راه ما كنمسحهاش بشكل يومي، لحقاش ما عنديش الغبره انا بشكل يومي، يعني كل يومين 3 ايام كندوز الزويفر ديالي او الطورشون صافي. راه ما كنلقاش شي غبره اللي كثيره، خاصه دابا راه فصل الشتاء ما كيكونوش السراجم محلولين دائما، كيتحلوا غير هذيك الفتره الصباحيه وكيتسدوا، فما كتكونش عندنا شي غبره كثير. هنا البنات خديت هادو على ود الغموله، على ود الرطوبه. هنايا هاد لاباغاي هذا يعني راه ماشي الكتريك، راه يعني عادي مانيوال، شبيكه وتحتها بواطه كنديروا فيها الملحه. هنا هذه كتباع مع هذه. بالنسبه للبنات اللي ما كيتوفروش على هذه، غادي تقدروا ديروا السوبيره لتحت فوقها الشبكه، وغادي تعمروها بالملحه الحيه، باش غادي تحيد لكم الرطوبه. لكن
راه في جميع يعني في المغرب راه كاينين دي برودوي اللي كيتباعوا عند دروغري ولا عند بريكو مان، كيبيعوا هاد البرودوي هادو ديال الرطوبه. صافي دابا غادي نديرها في البلايص اللي عارفه عندي فيهم الرطوبه، يعني واخا الدار يعني مهويه. علاش كتشوفوني كنفيق كنحل السراجم ديال الدار كامله، واخا شوفهم ولا الريشوم خدام، السخونيه خدامه، لكن ضروري ما نحل باش كنخرج الرطوبه اللي عندي في الدار. المهم هذه ها هي، وخديت انا هذه غادي نجيب واحد المقص. انا خديت هذا منسم فيه الريحه ديال الخزامه باش يحيد حتى ديك الريحه الا كانت ديال العموله. صراحه ما عنديش الريحه ديال العموله، ولكن كنلقى في بعض البلايص كاين الحيط بارد. اويلي شنو درت، ما تديوش عليا البنات. هنا البنات بقيت كنهضر معكم وضغط. المهم غادي نقلب، غادي ناخذ هذه نديرها هنا، هاد الملحه هذه كدار هنايا. غادي ندير فيها الخياط هذا. كل مره كتبقاي تشارجيها، يعني هاد البرودوي هذا ولا هاد الملحه هذه كتمتص الرطوبه اللي عندك. غادي تلقاي هذه عامره بالماء، الا كانت عندك الرطوبه راه كتلقايها عامره بالماء. المهم انا غادي ننزلهم وغادي نعاود ندير لكم الفيديو ان شاء الله من غادي نشوف النتيجه ديالهم، يعني حتى انا اول مره كنجربهم. وهنا البنات بالنسبه للبنات اللي ما عارفينش فين كتباع هذه، راه كتباع في اوبي، كتباع في بريكو ايو، بريكو اوكي، يعني كاع في المحلات ديال البريكولاج، وكذلك في ليروي مارلان. يعني هاد لي زاباغي راه كاينين. بالنسبه للبنات اللي في المغرب راه كيكونوا عند الدروغريات، عند صحاب البريكولاج كذلك. يعني اي دروغري مشيتي عنده راه كتلقاي عنده يا اما هادو يا اما دوك اللي كيتعلقوا في البلاكارات وكيمتصوا كذلك. كاين واحد الشكل زوين، يعني ما كرهتش انا منين يكون جاي شي حد من المغرب غادي نوصي عليه يجيبوه ليا. الدريسينغ يعني فعال، شفتو عند بعض الاخوات اللي كيستعملوه في لي زارموار ديالهم، يعني شي حاجه اللي عمليه. ودابا البنات غادي نحطهم في البلايص اللي انا عندي فيهم الرطوبه. منين غادي نحصل على النتيجه اللي بغيت غادي نتقاسمها معكم ان شاء الله في فيديو اخر. كيف كتشوفوا راه بدلت الموبل من بلاصتو، يعني بدلت الشكل ديال الغرفه لهذا السبب هذا ديال الرطوبه اللي كانت في الحيط ديال الجرده. صافي ودابا كنمر لتعطير المكان. البنات شي حاجه اللي غادي الا جربتوا هذه القضيه هذه بعطور اللي ممتازه او مميزه غادي توليو مدمنين عليه. صدقوني اللي كيدخل عندي كيسولني باش كنعطر الدار. هنا غادي نشوفوا كذلك كنمسح الفران. هنايا راجلي طيب شي حاجه في الفران واكثر منها الزيت، يعني ودارت واحد الحاله في هذاك الفران البنات اللي الا شفتي هكا غادي تقولي ما غاديش يتنيطوايا، لكن غادي نخليه يرقد نص ساعه ساعه على حساب الوقت. يعني كل ما خليته يترقد كل ما كتكون النتيجه احسن. وندوزو للغديوه ديالنا اللي اليوم ما تقاسمتش معكم التصوير ديال الغدا لحقاش البنات كيطلب وقت، كيطلب مجهود، والفيديو كيجي اطول اكثر بكثير. فقلت نتقاسم معكم غير صور خفيفه بسيطه غادي نشهيكم، لحقاش شي حاجه اللي بصح في هذا البرد هذا محتاجين وصفات بحال هكا. ما كاين لا ريجيم لا حتى شي حاجه، وحتى الا كان الريجيم راه ما غاديش تاكلي الخبز. هنا درت دياله ديال البقري بالحمص البنات، جات معلكه، جات اكثر من رائعه. ما شهيتكم فيها. غادي نتغدى غدايا ونوض نكمل الفران ديالي.
وهنا البنات هذه هي الطريقه اللي كنتبع فيها النظافه ديال الفرن، يعني كنفسخو كامل باش كنحيد الدهون والرواسب اللي كتكون لاصقه في الشباكي. حتى وإلا ما كنتوش كتوفروا على البرودوي، راه بامكانكم تستعملوا بيكربونات الصودا مع خماره ديال الحلوى مع الملح عاديه، ماشي الملح الخشن، الملح العادي، وكتستعملي معاهم الخل او الحامض، هما باش كتقدري تحيدي هاد الدهون والرواسب من اي حاجه، سواء في الفرن سواء في الميكرووند او في البوطه. وهنا البنات غادي نوريكم شرائح البرتقال اللي درتهم من بعد التفاح، كيجيو فنين، كيجيو زوينين وبنانين. غادي نصيبهم بالشوكولات اللي كناخذوه مع القهوه. ما غاديش نقدر نتقاسمهم معكم في هذا الفيديو لحقاش ما غاديش يكون وجد ليا خلاص، فغادي نتقاسم معكم مره مقبله ان شاء الله. وغادي نمر للزيتون. هنا غادي نشوفوا معايا البنات، عندي الزيتون خديته من عند الخضار، كندير ليه هاد الطريقه هذه، كنجيبو مع الخضار ولا الجنيه ولا فين منين كتجيبو الزيتون، كنغسلو مزيان وكنديرو في القرعي. كل نهار كنذوق واش حلا ولا مازال. انا بالنسبه لي بحال هكا نقدر ناكلو، لكن كاين اللي ما يقدرش ياكلو، هو مر شي شويه، فكنبقى نبدل ليه الماء ديالو لمده 15 يوم 20 يوم حتى كنلقاه ما بقاتش فيه هذيك المروره، حيت كل ما كنغيروا الماء كل ما كنرميو هذيك المروريه ديالو. صافي منين كتحيد من المروريه كندير معاه الملحه صافي وكنخليه، ما كندير معاه لا حامض لا حتى شي حاجه، حيت الحامض كيهري لينا الزيتون. هنا كيف كتشوفوا راه عندي قرعه ديال العام الفايت، راه هو باقي مزيان، فكندير غير هاد الطريقه هذه. نتوما الا بغيتوا تستعملوا واحد القرعه صغيره اللي تقدروا ديروا فيها الحامض، حيت ما يقدرش يطول الحامض، كيهري لينا الزيتون وما نقدروش نحتفظوا به المده. ودابا البنات غادي نمروا للفقره ديال الجداء. جات ملي كل كنا متفقين باش غادي دير البيني، فقلت ليها اوكي نصوروه. هنا خدينا 250 غرام ديال الدقيق، كيس ديال خميره فوريه، نتوما كتستعملوا الخميره على حساب المكان وعلى حساب يعني الحراره اللي عندكم، و3 المعالق ديال السكر خليناهم على جنب. ودابا غادي ندوزو للسوائل. بالنسبه للسوائل عندي 100 مليلتر ديال الحليب، كيس سكر فانيليا، عندي بيضه، وعندي 5 المعالق ديال الزيت، وعندنا 50 غرام حتى 60 غرام ديال السكر، يعني كيبقى على حسب واش كتبغيهم حلوين ولا ناقصين. صافي غادي تخفق يعني المكونات السوائل مزيان حتى كيتجانسوا مع بعضياتهم، وعاد غادي نبداو نزيدو الدقيق شويه بشويه. واحد الحاجه البنات، فاش كيجيو عندكم وليداتكم ويبغيو يطيبوا شي حاجه ولا عمركم ما تقمعوهم تقولوا لهم لا غادي توسخي الكوزين، يعني واخا انا ضليت مرونه وتماره ونيطوايت وداكشي والدنيا كتشعل، ولكن مادام هي بغات واحد الحاجه تشهاتها وبغاتني نصوبها انا وياها، فما غاديش نقول لها لا، غادي نقول لها زيدي يا بنتي، كنوقف عليها على راسها وهي كتصوب. شوفوا بسلامتها، يعني كتاخذ الامور بعقلانيه. الله يحجب لي بنتي والله يسجيها ويبعد عليها شر الخلق. صافي كنقول لها واحد الحاجه ما ديرهاش، ما تشعليش البوطه، ما تشعليش الفران، ما تشعلوش، يعني كتعرف اشنو دير. قبل ما دير الحاجه كتسولني ماما واش نقدر ندير هذه ولا ما نديرهاش. يعني هادو هما الحوايج اللي خصنا نعلموا وليداتنا ونشاركوهم كل حاجه بغاو يديروها. بغاو يرسموا كنجلسوا نرسموا معاهم، بغاو يلعبوا. انا صراحه في هذه القضيه ديال اللعب شويه ما عطيهاش هذاك الحق ديالها انني نطيح معاها في الارض المشاكل الصحيه، ولكن كنحاول نعوضهم ليها بحوايج اخرين. وهنا البنات صافي طلقت ليها العجينه، قطعناها، هي قطعات هادو اللي دايرين ومثقبين، يعني شي وحدين جاو عوجين، ولكن قلت ليها شوفي راه هذيك، قلت ليها راهم بارفي، قلت لها حنايا المهم حنا غادي ناكلوهم ونتلذوهم، يعني هكا باش كتحسيهم كذلك بالفرح ان هذا شي حاجه مهمه. ماشي غنقول لها نو جاو عوجين جاو خايبين، مره اخرى ما غاديش تبغي دير شي حاجه، جاو عوجين حنا غادي ناكلوهم، مره اخرى غادي دير احسن منهم، لحقاش فطور نومو وفطور التعلم. وكانوا هادو هما البنيه ديالنا، قبلوا علينا وصافي.
من بعد ما سالينا الكوتي ديالنا البنات، جيداء راه هي كتراجع في التمارين ديالها اللي عندها. الا احتاجت شي حاجه كتعيط عليا، وانا جيت باش نقاد هاد الحويجات، كل حاجه نردها في بلاصه. كاين الحوايج اللي خصهم يتحدوا والحوايج اللي خصهم يتعلقوا واللي خصو يتطوى. يعني هنا كنحاول نقسم كل حاجه نردها في بلاصتها. نتوما كتشوفوا راهم كثارين، ولكن اون فوا كطوي وكتردي كل حاجه في بلاصتها راه ما كتبقى حتى شي حاجه. يعني ما عرفتش واش حتى نتوما عندكم هذا المشكل مع التصبين. انا بعد عندي التصبين بشكل يومي، على الاقل كندير 2 مصبانات في النهار. شي حاجه اللي ما يحيدهاش لك الطبيب كتكون وحده. النهار اللي كتبدلي لي زور انا يعني لحسن الحظ ما كنبدلش بيتي وبيت بنتي في نهار واحد. يعني كل نهار كنبدل البيت، يعني على ديك 3 ايام 4 ايام راه كيتجمع ليك التصبين. كذلك الحوايج البيضين بوحدهم، الملون بوحدو، الكحل بوحدو، الحوايج ديال الكوزينه فراه كيكون ما يدار. هادشي حنا غير 3 ديال الناس وعندنا هاد الحاله ديال التصبين. المهم البنات، هذا كانت فقط للفضفضه معكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه ينال اعجابكم. شكرا لكم على المتابعه، ولنا موعد قادم في فيديو جديد ان شاء الله.